ادي الضربه الحره والعارضه تاني. العارضه مش ممكن العارضه بصوت عالي. العارضه بصوت عالي بتقول لم يحن الوقت بعد. سيد معوض كره العرضيه العاليه فوق، فرصه كبيره تاني. وبعدين يا شباب سلام ابو حميد، ركز في الكره العرضيه يا احمد. يا سلام على الاستلام يا متعب يا جميل يا جميل. حلوه. بل سبقوا لاعب نادي مازيمبي وتخطى هذا الرقم. كرة عرضية خطيرة وأول أهداف اللقاء. سجل الملعب المالي بعد 18 دقيقة من كرة عرضية خطيرة جدا جدا جدا. سرقوا خط الظهر اللي أنا أعتقد إن هم كانوا مركزين تماما مع الرغبة الهجومية مع التركيز الهجومي. وفي الفعل عمر كيدا الجناح الشمال يخطف تحرك قطري داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة يسجل أول أهداف اللقاء. عمر كيدا يسجل الملعب المالي في مرمى النادي الأهلي أول أهداف اللقاء. 1-0. شوف الحركة من غير كورة، جاي من ورا لقدام، جاي بسرعته وتوجيهه كان كويس. حط فيها وش رجله في الزاوية البعيدة، صعبة على شريف إكرامي، لكن كان يجب أن يكون خط الظهر تركيزه وتوقعه للعبة أكتر من كده، خصوصا لعيب بحجم وخبرة أحمد السيد. ما ينفعش يكون السرعة جاية بالشكل ده والمسافة بعيدة عنه بالشكل ده. مش أصدقاء، ده كلهم أصدقاء أوفياء ومحبين وعاشقين من الأهلوية وغير الأهلوية للنجم الكبير محمد أبو تريكة. وضربة حرة، يقف ويأجل. هيلعب في المرمى مباشرة ولا هيعمل فنت ولا حاجة؟ محمد أبو تريكة أعتقد يا ريت في المرمى مباشرة. عملها النجم الكبير يا ولد يا ولد. لسه بقول لك يا نجم يا كبير، عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. وما أكثر أصدقائك يا أبو تريكة، ما أكثر محبيك يا نجم يا كبير. يرفع رصيده التهديفي إلى الهدف رقم 24. قد يكون الهدف قد جاء متأخرا، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، وبالتالي القادم سيكون أحلى وأفضل. أبو تريكة بمهارة عالية جدا وثقة كبيرة وإتقان عالي يسجل هدف التعادل ليقلص الفارق مستقبلا. حارس هيعمل ايه؟ الفنت الاولاني اهو، محمد نصر بيعيدها في المرتين. فعلا جميلة. لمسة واحدة بسرعة، تاني المرة دي دومينيك، ادخل منطقة الجزاء دومينيك، ولكن الدفاع وضربة جزاء. نعم ضربة جزاء مع الدقيقة 81. ضربة جزاء قد تكون ولا ايه؟ نعم ضربة جزاء وإنذار. أخيرا جاء الفرج، واخيرا تقترب المسافه ان شاء الله. وضربه جزاء، برافو جدا محمد بركات كان ذكي. دومينيك دخل بيها منطقه الجزاء. كوليبالي هذه المره يتدخل، ولمسه يد واضحه يا راجل، واضحه بالايد الشمال. الحقيقه عطلت اللعبه. هو حاسس وشايف وادى ظهره من البدايه، عشان يبين انها طبيعيه، لكن فعلا لمسه يد على محمد كوندو المدافع المالي. على محمد كوندو. مين هيشوط، ابو تريكة ولا عبد الله السعيد؟ ابو تريكة رفع رصيده ال 24 هدف. فعلا هو ابو تريكة سجل في البن الاثيوبي النجم الكبير. ابو تريكة ضربة جزاء، بنلعب في الدقيقة 82 ان شاء الله تسجل، يبقى 2-1. يبقى عايزين هدف ولسه في 8 دقايق غير وقت بدل ضايع. ابو تريكة لعيب يا كبير، الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي. قمة التركيز، قمة الهدوء، قمة الثقة، قمة التأني. بأقدامه تعزف وتغني للأهلي لحن جديد، وتعيد الحياة وتعيد الدماء إلى عروق كل أهلاوي وكل مصراوي محب وعاشق لكرة القدم. والأهلي يتقدم 2-1، يحول الخسارة إلى تعادل ثم انتصار. صعبة جدا جدا جدا. يا سلام حرفيتها عالية، لأن لو مش بالسرعة دي ولا بالبعد ده الحارس كان جابها. بيضيع الوقت بطريقة الحقيقة واضحة جدا جدا. اهو عنده انذار، بقول لكم مش ممكن قمة السذاجة من اللاعب المالي. يا ترى ده مين فيهم؟ ان حسام عاشور هو اللي بيحول الكرة من خط الظهر لمجموعة خط الوسط، فضغط عليه بلعيب عشان يعطله. تاني من جديد هوبا، عملها الأسطورة ويقدم هاتريك بأحلى كورة. عملها أبو تريكة النجم الكبير. الله عليك يا نجم يا كبير، الله عليك.
تسلم رجليك يا حبيبي. يرفع رصيده للهدف رقم 26 ويعود ويعيد الأهلي إلى الانتصار، يعيد الأهلي إلى التأهل لمرحلة المجموعات، يحول الخسارة إلى تعادل ثم انتصار بعزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين. ينجح النادي الأهلي في العودة ويحول الخسارة بهدف إلى انتصار بالثلاثة. ينجح أبو تريكة ليسجل قد يكون أغلى هاتريك له على مدار تاريخه، بكل مهارة، بكل هدوء، بكل ثقة وبكل تأني. أقدامك يا نجم يا كبير بتغني وتعزف لحن أهلاوي قد يكون هو الأغلى من وقت طويل. فيلسوف، نعم إنه الفيلسوف. الفيلسوف يتقدم دون خوف، الفيلسوف يتفوق ويضع النقاط فوق الحروف. بص شوف ماذا يفعل الفيلسوف النجم الكبير محمد أبو تريكة لتصبح النتيجة 3-1 مع الدقيقة 88. يعود الأهلي إنها عودة الكبار ب3 أهداف لكبير الكبار. محمد أبو تريكة يصنع هاتريك، يرفع رصيده ل26 هدف، يبعد عن الخطيب ب11 هدف تاريخيا كأهداف أفريقية. 3-1. بص شوف ماذا يفعل الفيلسوف، وضع أغلى نقاط على أهم الحروف، فكانت النتيجة 3 أهداف حبيبي. بل سبقوا لاعب نادي مازيمبي وتخطى هذا الرقم. كرة عرضية خطيرة وأول أهداف اللقاء. سجل الملعب المالي بعد 18 دقيقة من كرة عرضية خطيرة جدا. سرقوا خط الظهر اللي أنا أعتقد إن هم كانوا مركزين. محمد أبو تريكة وضربة حرة، يقف ويأجل. هيلعب في المرمى مباشرة ولا هيعمل فينت ولا حاجة؟ محمد أبو تريكة أعتقد يا ريت في المرمى مباشرة. عملها النجم الكبير يا ولد لسه بقول لك يا نجم يا كبير، عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء، وما أكثر أصدقائك يا أبو تريكة، ما أكثر محبيك يا نجم يا كبير. يرفع رصيده التهديفي إلى الهدف رقم 24. قد يكون الهدف قد جاء متأخرا، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. يبقى عايزين هدف ولسه في 8 دقايق غير وقت بدل ضايع. أبو تريكة لعيب يا كبير، الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي. قمة التركيز، قمة الهدوء، قمة الثقة، قمة التأني. بأقدامه تعزف وتغني للأهلي لحن جديد، وتعيد الحياة وتعيد الدماء إلى عروق كل أهلاوي وكل مصراوي محب وعاشق لكرة القدم. والأهلي يتقدم 2-1، يحول الخسارة إلى تعادل ثم انتصار. سامع عاشور هو اللي بيحول الكرة من خط الظهر لمجموعة خط الوسط، فضغط عليه بلعيب عشان يعطله. تاني من جديد هوبا، عملها الأسطورة ويقدم هاتريك بأحلى كورة. عملها أبو تريكة النجم الكبير. الله عليك يا نجم يا كبير، الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي. يرفع رصيده للهدف رقم 26 ويعود ويعيد الأهلي إلى الانتصار، يعيد الأهلي إلى التأهل لمرحلة المجموعات، يحول الخسارة إلى تعادل ثم انتصار بعزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين. ينجح النادي الأهلي في العودة ويحول الخسارة بهدف إلى انتصار بالثلاثة. ينجح أبو تريكة ليسجل قد يكون أغلى هاتريك له على مدار تاريخه، بكل مهارة، بكل هدوء، بكل ثقة وبكل تأني. أقدامك يا نجم يا كبير بتغني وتعزف لحن أهلاوي قد يكون هو الأغلى من وقت طويل. فيلسوف، نعم إنه الفيلسوف. الفيلسوف يتقدم دون خوف، الفيلسوف يتفوق ويضع النقاط فوق الحروف. بص شوف ماذا يفعل الفيلسوف النجم الكبير محمد أبو تريكة لتصبح النتيجة 3-1 مع الدقيقة 88. يعود الأهلي إنها عودة الكبار ب3 أهداف لكبير الكبار.